السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم جولة. خبر عاجل ورسمي. مصدر الخبر هو وكالة الأنباء الفرنسية، والتي أكدت خبر تخلي رونار عن خدماته في تدريب المنتخب السعودي بعد أن قاد المنتخب السعودي إلى دور المجموعات في كأس العالم قطر الماضي. ها هو الآن الاتحاد السعودي يقوم بإقالة المدرب هيرفي رونار قبيل شهرين فقط من انطلاق المونديال 2026، والمهم الآن هو من سوف يعوضه. الأصبع يشير إلى الركراكي أو عموتة أو المدرب اليوناني يورغوس دونيس أبرز المرشحين لتولي مهمة التدريب في هذه الفترة الفاصلة، خصوصا مع اقتراب المونديال ومشاركة السعودية ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم إسبانيا والأوروغواي وجزر القمر. فقد قام الاتحاد السعودي فعلا وفاجأ الجميع بتعيينه لليوناني يورغوس دونيس مدربا للمنتخب الأول السعودي خلفا لهيرفي رونار مساء يوم الجمعة 17 أبريل 2026. هذه الخطوة مفاجئة، خصوصا لم يبقى للمونديال إلا شهرين فقط. وفي خبر آخر فيما يخص الشأن السعودي، فريق الهلال والحملة الشرسة ضد بونو، نشاهد بعد التعليقات. أخطاء كثيرة. ياسين بونو ترى هذا مو ياسين بونو، هذا علقوا شماعة الإقصاء على ياسين بونو. كابتن بونو يعني تحمل الهدف الثاني 100%. المغربي تحت ضغط كبير الآن، تحملت بونو جزءا كبيرا من مسؤولية الخروج خصوصا في الهدف الثاني مع عدم ظهور بالشكل المعتاد في ركلة الترجيح. يعني السنة هذه يعني على سبيل المثال شوف حارس التعاون مثلا أنقذ 5-6 فرص لا يلام عليها، بينما بونو نايم في المرمى. كما رأيتم بعد الإعلام السعودي حمل بونو مسؤولية الإقصاء، وهذا بطبيعة الحال ليس عدلا، فبونو تاريخه وإنجازاته تفند تلك التعليقات والتي كانت تحاول أن تقلل من مؤهلاته وإمكاناته. كل تضامننا مع بونو، وحظا سعيدا للجميع، وإلى فيديو قادم. لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.